يا ابو سنه، الايام هتتكسف على دمها وترجع تضحك لنا تاني. انا مش قلت لك خميس ده وش السعد من يوم ما خرج، والايام بتخلع توبها الاسود والفرح عرف طريق بيتنا. انت فرحانه بالبيت ولا بالجواز يا حاجه؟ فرحانه بالحق اللي رجع لاصحابه. كرامه. كرامه مال حد دسلها على طرف؟ والضره اللي انت هتجيبيها تقعد فوق دماغها وتفكرها كل ساعه والتانيه بعجزها وخراسها. كلامك مش مريحني يا ابو سنه. البنت اصلها صعبانه عليا يا حاجه، مهما كان دي امانه في رقبتنا برضه. ابو سنه مفيش حاجه يا حاجه، انا بس عايز اقول لك ان عظم التربه له علينا حق. مش هنفتش في قديمه. لا قديمه ولا جديده، خلاص ما عادش فيه فايده. انت ليه عايز تطفي فرحتي؟ انا مش عايز اطفي فرحتك ولا حاجه يا حاجه، انا بصحي بس اللي مات جواكي قبل ما يفوت الاوان. انا خايف لفرحه زي دي تنسينا احنا مين ونبقى ايه لبعض. احنا اخوات، والدم اللي بيجري في عروقنا واحد، وروحنا متشعلقه في بعض. اوعى تنسى الحقيقه دي يا ابو سنه. انا ما نسيتش يا حاجه، بس الظاهر انت اللي نسيتي. نسيت ايه؟ نسيت ان ابو كرامه يبقى اخويا واخوكي. يا شو مالك يا شو؟ انت مش سامعاني؟ مالك في ايه؟ راحت عليك يا شلوفه. مين؟ زفت. ها؟ علي صوتك مش سامع. تقولي ايه؟ أنا رمانة يا خميس. رمانة؟ اوعى تقفل السكة في وشي. في كلمتين مهمين لازم أقولهم لك لمصلحتك، وبعد كده مش هتشوف خلقتي تاني. لا، مش هينفع في التليفون. أنا هطفش يا خميس ومش راجعة، بس قبل ما أمشي ليك مصلحة عندي أقولها لك، وبعد كده مش هتشوف وشي. قابلني عند قبر أبويا وأمي. أنا هستناك، ما تعوقش. يلا سلام. الله عليكي يا أبلة، ده أنا والمصحف الشريف صدقتك. إيه الحلاوة دي؟ قشطة يا بت، اقعدي انتي هنا واستنيني. طب ما تاخديني معاكي، يبقى كشافك في الضلمة. الدنيا بقت ليل وما عادش أمان يا أختي. ما تخافيش عليا، اعملي انتي بس اللي بقولك عليه. طب خدي بالك على روحك. سلام. ربنا يكفيكي شر طريقك. خلاص يا مطرة، اللي عشت طول السنين اللي فاتت مستنيه هيحصل، وعزل الغريب هناخده من بكره. انت ناوي على ايه يا براء؟ افندينا خلاص هينكتب له شهادة خروج من الدنيا الليلة. هتقتله؟ هاخد دور اخويا. مش ده اللي انت مستنياه؟ بس ايه مالك؟ مالك اتخذتي كده؟ ده انا حتى قلت انك هتفرحي. لا ولا حاجة، بس خايفة عليك. ما تخافيش يا مطر، ما تخافيش. انا مش راجع غير ودم افندينا مغرق ايدي دول عشان نقرا الفاتحه على روح المرحوم وناخد
غزاه واحنا راسنا مرفوعه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. مع اني مش ضامن ده ملعوب ولا حقيقة، بس جيتلك. ايه اللي عندك وعايزين اعرفه؟ انت هتسافري صحيح وتسيب البلد؟ فيها رمانة. بتردي عليا ساكتة ليه يا رمانة؟ بتعيطي ليه؟ ما تردي يا رمانة، بتعيطي ليه؟ ايه الدموع دي؟ طلعت على روحك يا فندينا، والله وقعت ولا حد يسمع عليك. سلميني يا رمانة، سلميني. محدش يتحرك، ارمي الساحة. تسلميني يا رمانة، تسلميني الحكومة. هقتلك يا رمانة، هقتلك يا خميس، هقتلك يا خميس، هقتلك يا خميس. اتفضلوا معايا. قلت له بلاش ويتوب علينا ربنا وكده، انما كله شويه. اتفضلوا اتفضل. يا ساتر يا رب، يا ساتر يا رب، يا ساتر. في ايه؟ ايه الصرعه دي عشان ايه؟ هي القيامه قامت اللي على الباب؟ في ايه يا جدع؟ الحقنا يا معلم، الحقينا يا حاج. يا زوز في ايه اللي حصل؟ في ايه؟ خميس جرى له حاجه؟ ابن النوح كان عايز يعملها معاه، بس الحكومه طبت وخدتهم كلهم على المديريه. تريد ايه؟ ما تحكي لها ايه اللي حصل؟ دي حكايه وروايه يا معلم، بس البس انت الاول وتعالى نروح له، وفي السكه احكي لك كل حاجه. البس وجع على طول اهو، يلا. زوز ايوه يا حاج. تعال. ايه اللي حصل؟ معلم براءة كان عامل فيلم مع رمانة على خميس، لعبة كده كانوا مستفينها مع بعض، والظاهر انها قلبت عليه، راحت مسلمة تسليم اهالي للحكومة. رمانة؟ مين رمانة دي؟ تكونش قصدك البت الرقاصة دي؟ هي يا كبير خطة أفندينا، واللي المعلم براءة ملموم عليها اليومين دول. طب اتنين اسكت انت، وانت كنت معاهم يا رزق؟ كنت نضرجي من بعيد يا معلم، واول الحكومة ما طبت علينا قلبت بالراحة كده عشان اجي ابلغ معاليك. وهما فين دلوقتي؟ يعني ايه براءه؟ براءه يا حاجه، طلعوا براءه، ما انت عارفه ابنك ودماغه ناشفه. مع ان الحكايه يا حاجه كانت متظبطه على الاخر، وابن النوح كان هيلبس حكم شديد قوي، بس افندينا بقى حن وقلبه رق، وطلعوا منها زي الشعره من العجينه، ولا اجدعها بدران. لا، الحكايه فيها ان خميس ما يعملش كده، اونطه في حاجه في دماغه.
دماغه ايه يا حاجه؟ بقى البنات تعمل كل دوت ويجي يضرب مفاكر في الليله كلها. صحيح لعبتها بحرفنه وجرت رجل براءه ولا اجدعها خروف وسلمته زي الكلب لفندينا. وهو فين دلوقتي؟ وما جاش معاكوا ليه؟ راح عشان يرد الجميل، مش قلت لك قلبه رق؟ الرقاصه تاني يا خميس.